السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهاردة هنعمل شوية مكرونة. هنعمل شوية مكرونة سباكيتي، وهنعمل ايه؟ وهنعمل كنتاكي عشان المقاطعة. اه. ربنا يا رب ينصر ان شاء الله اخواننا الفلسطينيين يا رب، اللهم امين يا رب العالمين يا رب. بندعي لهم والله من قلوبنا، بس مش ما فيش بايدينا حاجة، هنعمل ايه؟ انا بحب اقلب فيها كتير يا جماعة. دي القوطة، سبكت القوطة اهي، خلاص هتتسبك. وانا بحب اقلب الاسباجيتي عشان ايه؟ بتمسك في بعضيها. فبحب اقلب فيها في الاول بالذات، يعني ايه اقلب فيها كتير علشان ايه؟ بتمسك في بعضيها كلها. فين اللايك بقى يا حبايبي والاشتراك بقى؟ الناس بتشوف الفيديو ما بيشتركوش ليه بقى؟ حاجتي مش عاجباكم؟ ان شاء الله تعجبكم يا رب باذن الله. هنا هنجيب ايه بقى؟ هنا كنت نسيت معلش، كنت حطيت بقسماط، كان هنا دقيق في بولتين، كل بولة دقيق قد بعضيهم، وحطيت نشا. حطيت معلقة نشا هنا، او معلقتين زي ما انت عايزة، ونص كوباية بقسماط وكوباية دقيق او كوبايتين دقيق على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. عفوا يا حبايبي. وهنا الدقيق التاني اهو عادي، في البولة الصغيرة دي اللي هعجنها، لكن دي مش هعجنها. في هنحط هنا توم باودر، وهنا توم باودر، وبعد كده هنا بصل باودر، وهنا ايه؟ بصل باودر. انا بعملها بالطريقة دي بقى، وبصراحة بتبقى جميلة. نص معلقة كاري هنا، ونص معلقة كاري برضو ايه الناحية التانية، وبرضو كركم نص هنا ونص برضو ايه في البولة التانية، هما طبقين. بنحط هنا المقادير اللي هنا بتتحط هنا، بس دي اللي في البولة الزرقاء دي هي اللي هتختلف، هنحط فيها بقسماط وهنحط فيها نشا. وادي البانيه كنت لسه مقطعتوش، هقطعه صوابع ان شاء الله. هنا حبة فلفل، وهنحط برضو حبة ملح، وهنا فلفل برضو، زي ما هنحط هنا هنحط هنا شوية ملح، وهنا برضو ايه الناحية التانية شوية ملح. في البولتين زي بعض، بس في بولة بس اللي مش هتتحط لها شوية مية، هي اللي ايه هنحط فيها النشا، وهنحط فيها نص كوباية بقسماط على الدقيق. يعني المقادير دي هي دي، ويطلع تحفة والله يا جماعة. هنقلبه كده كويس. معلش يا حبايبي والله انا ماسكة التليفون بايدي والله، سامحوني يعني، التليفون بيروح مني كده وكده. بس كده نشا. اول حاجة بقى حطيت، المفروض كنت حطيت بيكنج باودر. مم. اهو شفتوا بقى، انا افتكرت ان انا ايه نسيته. اه، في بيكنج باودر نص معلقة، معلقة اي حاجة. هنا اهو، ادي اللي في البولة دي اللي ما فيهاش البقسماط ولا الدقيق، قصدي البقسماط والنشا، انا اسفة. ادي اهو، ادينا قوام ايه زي الكيكة، نفس قوام الكيكة. وهنقطعه صوابع، البانيه العادي اللي بتشتريه، يعني عشان ما يبقاش تقيل، يعني ما يبقاش تخين، علشان لما بتيجي تقليه يبقى حلو مستوي من جوه. وهقطعه يتقطع كله صوابع، بس بيدي نتيجة حلوة، وبعدين انا بحسه بيعمل اكتر من البانيه العادي، معرفش. هو بيعمل اكتر فعلا. هذا هو، بسيبه نص ساعة، ساعة زي ما انت عايزة. بالله عليكم، بالله عليكم، اللي يشوف القناة ويتفرج، اللي يشوف القناة بتاعتي ويتفرج على الفيديوهات بتاعتي يعمل اشتراك ولايك، بالله عليكم، بالله عليكم. القناة انتوا اكيد شايفين الاشتراكات فيها قد ايه، يعني قليلة خالص بصراحة. يا ربنا يكرم ان شاء الله، يا رب يكرمنا ويكرمكم جميعا يا رب ان شاء الله. يا رب. انت حط في الدقيق بقى كويس، بعدين ايه تغطي عليها جامد عشان ما تفكش، وايه وعشان تبقى مكشكشه كده. نفضيها تتنفض كويس. هنعمل الكميه كلها. انا بحب اعمل الكميه كلها الاول، وارصها كلها في صينيه او طبق تاني، وبعد كده ايه امسك بقى اقلب براحتي.
علشان ما فيش حاجة مني تتلسع على بال ما احط واعمل. لا انت الكمية كلها انا بصراحة بعملها الاول، يعني بتريحني. مش هحلفكوا تاني بالله عليكم، الاشتراك في القناة ولايك. الاشتراكات قليلة جدا يا جماعة، لو سمحتوا لو سمحتوا. وأملي في ربنا كبير برضه إن شاء الله. وأرجو كل اللي يتفرج على الفيديو يعمل لي اشتراك. هذا هنا خلصنا اهو. تعالوا اتفضلوا كلوا معانا شوية بطاطس. وده بصوا والله العظيم عمل كمية، ده أنا كمان كنت مخليه، وده نص كيلو يعني مش كتير. كان في واحدتين قاعدين برضه عشان ايه، جوزي بيجي بالليل، فقلت عشان الحاجة ما بتبردش، بتبقى سخنة بتبقى أحلى. هذا اهو. في بقى اللي بيجي ياكل معانا وفي اللي بيجي متأخر شوية، فما بناكلش كلنا مع بعضينا يعني. هذا والله طعمه تحفة، كفاية الطعم كده لما تاكليه كده بيبقى طعمه حلو أحلى من البانيه بكتير. وادي الفيديو بتاعي يا حبايبي، وشوفوا الشكو على خير.